تعالوا نعمل مع بعض اسهل فتة شاورما. خطواتها بسيطة بس بتطلع ألذ من بتاعة المطاعم وتنزل في القلب على طول. ناخد الرز بالتومية مع حتة من الفراخ، ويا سلام بقى على الدلع. ويلا بينا نشوف الطريقة. وعلشان اجهز تتبيلة الفراخ احط شوية من الزيت، عليهم ميكس من التوابل المكتوب قدامنا، بعد كده عصرة ليمون، اروح ضايف الفراخ في التتبيلة اقلبها كويس، وبعد كده اسيبها نص ساعة مثلا في التتبيلة. حلة على النار بقى هضيف شوية من الزيت، عليهم ورق لورا وحبهانة، بعد كده هضيف 4 كوبايات من الرز المغسول، ولما الرز يبدأ يغير لونه معايا كده هضيف مكعب من مرقة الدجاج، هظبط الملح، فلفل اسود، علشان اللون الاصفر زود معلقة من الكركم ونص معلقة من الكاري. واكمل بقى تقليب للرز لحد ما يتحمر كويس، انزل عليه بالمية المغلية، هسيبه يغلي غلوتين كده، وبعد كده اروح موطي النار خالص واروح قافل الغطا. طاسة سخنة على نار عالية اروح نازل بالفراخ، اتاكد انها خدت الصدمه دي من غير تقليب خالص، واول ما الاقيها بقى وصلت للدرجه دي يبقى كده استوت. اجيب عيش لبناني اديله شويه قليلين قوي من الزيت واحمصه، اضيف تحت العيش اللي انا حمصته عليه شويه من التوميه دي، انا هعملها في فيديو لوحدها. اضيف عليهم الرز بعد ما استوى. الرز عايز اقول لكم ان ريحته خطيره، ويا سلام بقى اروح نازل كده عليها بالفراخ. وكده يبقى عملت اسهل فتة شاورما.